اهلا يا امارات، عاملين ايه؟ النهارده هنخزن مع بعض الملوخيه الخضراء. هنخزنها في الفريزر. طبعا انتوا عارفين ان في ناس كتير جدا متعرفش تخزنها وبتقول بتسود معايا، واللي باجي اطبخها كده بتسقط في الحله، يعني الشوربه بتنفصل عن الملوخيه. فان شاء الله هوريكم طريقه كويسه جدا بجد هتعجبكم قوي قوي. طريقه مختلفه شويه، هتطلع معاكم خضرة زي ما انتوا شايفين كده، الورق بتاعها اخضر وجميل. طبعا اما تيجي تجربي حاجه اول مرة ان انتي تعمليها، فجربي بكمية قليلة علشان لو عجبتك تستمر عليها، وطبعا وكتري بقى الكمية بعد كده. تمام. بعد كده جبت بقى الملوخية بتاعتي، قطفتها بالشكل ده اهوت. هجيبها طبعا اغسلها، وبعد كده هصفيها في المصفى، وهقول لكم هنعمل ايه تاني. الملوخية دي اللي هي ورقة كبيرة دي، اللي هي الملوخية الصعيدي، بتبقى مسكرة على فكرة في الاكل، بتبقى حلوة برضو. ان في ناس متعوده اللي هي تجيب الصغيره خالص، اللي هي العيدان الصغيره خالص. والكبيره دي برضو الورقه النظيفه الكبيره دي اللي هي مش متخرمه بتبقى حلوه. هنجيب بقى حله تكون فيها ميه مغليه. احنا غلينا الميه وخلاص شلناها اهوت من على النار. بعد كده هنجيب الملوخيه بتاعتنا نسقطها في الميه المغليه زي ما انتوا شايفين، ما نحطهاش على النار تاني. احنا خلاص استكفينا بالغليان الميه. وبعد كده هنضيف كل الورق الملوخية، ولا قطعناه ولا اي حاجة، هو زي ما هو، يا دوبك بس غسلناها وصفيناها من المية بتاعتها. هنسقطها بقى كويس في المية المغلية بالشكل ده. بعد كده هنجيب ليمونة، نعصر عليها ليمونة علشان تحتفظ باللون الاخضر فيها، اللون الاخضر الجميل اللي انتوا هتشوفوه اما اجي اطبخها. وكمان طبعا الليمون ده مادة حافظة، تحفظ لنا الملوخية واللون الملوخية. هنجيبها بقى نعصرها بالشكل ده. اللي اول مرة بقى يشوفني يا ريت يحط لي لايك والاشتراك، وما ينساش يكتب لي في الكومنتات كده اما يجربها هل الطريقة بتاعتي عجبتكم ولا لا. هنقلب بقى الليمون في الملوخية طبعا بالشكل دوت، وهنغطي الحلة لمدة دقيقة او دقيقتين. وطبعا الملوخية جوه المية المغلية نسيبها دقيقة او دقيقتين. بعد كده هنجيب بولة كبيرة بالشكل ده، هنجيب تلج، مكعبات من التلج او حتة تلجية عندك في الفريزر، تكون انتي مثلا حطاها في كيس، ماشي، وتحطيها في قلب المية. احنا عايزين المية متلجة قوي قوي. ونروح بقى مطلعين مصفين طبعا الملوخية كويس من المية المغلية، ونروح حاطينها في المية تلج. بجد طريقة حلوة ان شاء الله هتعجبكم. لما تطلعوها كمان من الفريزر هتعجبكم جدا. يعني احنا جربنا طرق كتير جدا للملوخية الخضراء ان احنا نخزنها، مش الناشفة الخضراء، ان احنا نخزنها مش بتطلع معانا مظبوطة، بتطلع معانا سودة، تسود معانا، يا اما بتسقط كده في الحلة اللي هو بتفصل الملوخية عن الشوربة. فجربي الطريقة دي زي ما قلتلك، جربي حتى لو في كيلو، جربي لو عجبتك اعملي بقى زي ما انت عايزة. هي مش بتاخد مساحة كبيرة خالص في الفريزر، مساحة صغيرة خالص، وان شاء الله تعجبك لما تطلعيها. هنحطها بقى في المية المتلج، احنا عايزينها تسقع كده في المية المتلج، مش عايزينها سخنة خالص ولا فيها بخار. هنصفيها كويس جدا. لازم يا جماعة اي حاجة تحطها في الفريزر ما ينفعش تحطيها بالمية بتاعتها. الملوخية انتوا عارفين اللي بتيجي اوقات بتبقى غالية قوي، بتبقى ب30 وب40، فالواحد اللي هو بيبقى عايز ياكلها بس غالية يعني مكلفة. فدلوقتي ب5 جنيه. في ناس بتبيع 3 ربط، يعني 3 ربط مثلا يجوا كيلو ونص ب10، وفي ناس بتبيع 4 ربط ب10. فرخيصة يعني مش غالية خالص. احنا حتى لو جبنا 4 ربط ب10 او 3 ربط، الربطة الواحدة تعمل لها بتاع نص كيلو. وعملناها زي ما قلنا، نجيب بس هو حتى لو ب10 وتجربيها، قعديها في الفريزر شهر شهرين وجربيها. لو لقيتيها حلوة هاتي تاني، وانتي نازلة السوق هاتي تاني. يعني لو انتي حطيتيها في شهر واحد في الفريزر، لو هي طريقة مش حلوة
هتبان معاكي، هتسمر معاكي في الطبخ ولا لا. فاهمه قصدي؟ يعني مش لازم تقعديها بقى سنه او كده. وبعدين احنا بنقعدها من الصيف للشتاء، عشان هي في الشتاء بتبقى غاليه وبتبقى قليله عن الصيف. في الملوخيه في الصيف بتبقى ارخص. بعد كده بقى، بعد ما اتصفت خالص، يعني لازم تتصفى خالص من الميه، هنجيب اكياس نضيفة بالشكل ده، وهنعملها زي ما وريتكم. هنعمل واحد تاني معاكم، مش هتاخد مساحة خالص في الفريزر. لو انتي هتعملي كام كيس مش هتاخد مساحة معاكي خالص. الاهم حاجة تخرجي الهواء منها، ان الهواء في الاكياس بيبوظلك. كمان اي خضار تحطيه في الفريزر لازم تخرجي منه الهواء. كان في كيس بقى عندي في الفريزر، طبعا انا كنت مخزناه برضو بنفس الطريقة اللي انا وريتها لكم. واهم حاجه زي ما قلت لكم، انا مخرجه منه الهواء. اي اكياس بحطها في الفريزر بخرج منها الهواء. والفريزر اللي بيطلع لك الخضار حلو قوي، اللي هو الفريزر النو فروست، اللي هو بيجمد بس الحاجه مش بيتلج. يعني ده بيبقى احسن في التخزين الخضار بالذات. هنجيب بقى الملوخيه، يا دوب فكيتها بس بايديا. يعني انا طلعتها من الفريزر ما سبتهاش على الرخامه، فكيتها بس بايديا. هتتفك معاكي عشان دي ورق، يعني الورق بسرعة بيتفك، مش حاجة مجمدة في بعضها. وخرطتها بالمخرطة. انا مش بحب احطها في الخلاط ولا الكبة، بحب اللي هو اخرطها بالمخرطة. وده نصيحة لأي حد بيعمل ملوخية، يخرطها بالمخرطة. بتدي طعم تاني وشكل تاني وقوام تاني. الشوربة بقى بتاعتك، الشوربة بلحمة، شوربة اللي هي بتاعت فراخ، هتغليها على النار مع مكعب ماجي. وحطي رشة فلفل اسمر، رشة كده في الشوربة، بتدي كده ريحة ونكهة حلوة قوي للملوخية. هتقولي هتسمرها او حاجة، لا مش هتسمرها، بس صدقيني هتدي طعم حلو للملوخية. رشة في الشوربة، رشة فلفل اسمر، وكمان حتة توم مفرومة في الشوربة، تخليها تغلي ماشي مع الشوربة. وبعد كده تحطي الملوخية بتاعتك. الملوخية بتاعتك ما ينفعش ان هي تغلي كتير، يا دوبك غلوة وتدفع عليها. علشان لو غلت كتير على النار طبعا بتسقط منك، يعني بتفصل الملوخية عن الشوربة. ودي حتة السمنة والثوم، ودي عودين كده من الكزبرة قطعناهم صغير صغير. ده اختياري، الكزبرة مش لازما. وبعد كده هنحط حوالي نص معلقة كده من الكزبرة الناشفة. ممكن تستغنى عن الكزبرة الخضراء وتحطي كزبرة ناشفة، طبعا بتديها طعم احلى واحلى يعني الكزبرة الناشفة. ونحمر بقى الثوم بتاعنا، ونروح بقى ننزل عليه على الملوخية. بجد بطريقة حلوة وجميلة، طلعت خضرة معاكم. بألف هنا وشفا. ياريت يكون الفيديو عجبكم. شكرا لك جدا، مع السلامة.